كان الزبير شديد الغيرة، كانت هذه خصلة معروفة فيه، شديد الغيرة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وهي زوجته، قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح له. الناضح البعير الذي يستقى عليه، غير ناضح له وغير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأستقي الماء وأخرز غربه. الغرب الدلو التي يستقون فيها، فتخرزها هي إذا ظهر فيها شيء. وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكنا نساء صدق. وكنت أحمل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مني على ثلثي فرسخ. الفرسخ تقريبا 6 كيلومترات، يعني ثلث فرسخ كم؟ 4 كيلومتر. واش سمعتم ما تفعل هذه المرأة؟ تعلف الفرس وتسوسه، تنظف مكانه وتكفيه مؤنته وتدق النوى للناضح لعلفها وتستقي الماء وتعجين وتحمل النوى 4 كيلومترات. واش مستوعبين شيء؟ من أراد فهكذا. قالت: لقيني مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من الأنصار، فرآني فأراد صلى الله عليه وسلم، يعني رق لها النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يحملها، فأناخ راحلته وقال: إخ ينخ راحلته صلى الله عليه وسلم، فدعاها. قالت: فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت غيرة الزبير وكان أغيار الناس. قالت: فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن استحييت فمضى. قالت: فجئت الزبير فقلت له: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يحملني فاستحييت وذكرت غيرتك. فقال الزبير: والله لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك خلفه لو كنت ركبك. حملك النوى أشد علي من ركوبك خلف النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت ركبت، لأنه طبعا هي أهل الصلاح وأهل الفضل وأهل الخير من النساء، هكذا يعني زوجها في شغل مع النبي صلى الله عليه وسلم فهي تعينه وتحمل عنه. هذه امرأة شريفة ليس يجب عليها شيء من هذا، وهذاك فرسه ليعلفه أو ليذبحه ليأكله ليصنع به ما يشاء، ولكن هي انظر ما تصنع، وهذيك ناضحه وهي امرأة شريفة بنت أبي بكر، ومع ذلك انظر ما وتحمل النوى على رأسها 4 كيلومترات تمشي بالنوى، ولكن ترى أن زوجها ما عنده ماء. قالت: حتى بعث إلي أبو بكر بخادم يكفيني مؤنة الفرس فكأنما اعتقني، فكأنما كنت آمة سرحت من الرق، كأنما اعتقني، رضي الله عنها.